اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. وصفة النهاردة وصفة جميلة وسهلة وتنفع لأصحاب الدايت وأصحاب مرضى السكر، ربنا يعافيها ويعافيكم ويسترها عليكم دايما يا رب. أصحاب الدايت وأصحاب الأكل الصحي يجمعوا بسرعة، اجمعوا، تعالوا عند روز، هقول لكم وصفة جميلة تنفع لأصحاب الدايت والأكل الصحي. الوصفة بتاعتي عبارة عن ايه؟ عن كيكة باردة اعملها، ولا عايزة ولا حابة بقى احط فيها، او مكوناتها اصلا مش بتبقى ولا دقيق ولا بيض ولا سمنة ولا حتى كمان فرن. ايه الكيكة اللي هعملها دي من غير كل المكونات الاساسية اللي بتتحط في الكيكة؟ انا هعمل حاجة صحية جدا ولذيذة جدا وجميلة جدا. المكون بتاعها او الرسم بتاعها اللي هستخدمه النهاردة هو الزبادي. انت ممكن تعملي عبوة زبادي، انا عملت اتنين، ممكن تقللي الكمية او تكتري الكمية تبع الرغبة بتاعتك. انا جبت عبوتين من الزبادي وبدات انزلهم بالطريقه دي في البوله بتاعتي. كان عندي كوبايه ميه سخنه، ضروري تكون الميه سخنه، وحطيت فيها معلقه جيلاتين، معلقه هرميه كبيره من الجيلاتين. الجيلاتين بيجي منين يا روز؟ من عند اي عطار هتقولوا له جيلاتين. الجيلاتين ده بيجي من عند اي عطار. اوكي. حطيت بعد كده معلقه كاكاو اسباني. الكاكاو بتاعي خالي من السكر، مفيش فيه اي سكر. معظمكم بيسالني يقول لي الكاكاو اللي بتستخدميه في الحلويات بتاعتك او في الحاجات بتاعتك كاكاو نوع ايه؟ انا بحب استخدم الكاكاو الاسباني الساده اللي غير محلى. طبعا انا حطيت معلقه كاكاو على الزبادي بتاعتي ونزلت بمعلقه عسل ابيض. طيب انا لو مش عايزه السكر بتاعها يبقى عالي ومش عايزه انزل ومش عايزه اعلي سعراتها بالعسل الابيض، ممكن تستخدمي سكر ستيفيا عادي. يبقى عندي بديلين مكان العسل، يا اما العسل يا اما السكر ستيفيا السكر الصحي. بس انا رايي العسل بيديلها طعم جميل ويعني حلو احسن من السكر الاستيفيا كمان. فانا نزلت بقى معلقه كوبايه الجيلاتين على المكونات دي. ولو حابه تضيفي معلقه فانيليا ضيفي لها معلقه فانيليا، مش حابه هي اوكي، كلها كده على بعضها جميله جدا، حاجه روعه جدا. كيكه بدخلها التلاجة بعد لما بخلصها، بتخرج من التلاجة حاجة بترطب كده على القلب في الصيف ديت. وكمان ولا هي خطر ولا هي سعراتها الحرارية عالية، يا سعراتها الحرارية جميلة. كيكة صحية مناسبة جدا لأصحاب الدايت وأصحاب الأكل الصحي اللي بدورهم على أكل صحي. لو حابين نعمل أكل صحي أكتر من كده قولولي بقى في كومنت حلو زيكم وابعتولي، وأنا بشوف كومنتاتكم كلها وهحاول أعمل لكم الطلبات اللي انتوا حابينها أو اللي انتوا عايزينها. طبعا الخليط عندي تجانس جدا مع بعضه وانا ضربته كويس جدا لغايه لما اتكون بقى اللون ده. حابه تخففي لون الكاكاو خففيه، حابه تزوديه ده حاجه ترجع لك انت يا قمر، انت وهي. الكيكه كده دخلت التلاجة، باتت فيها وخرجتها تاني يوم، يا اما عملتها الصبح وحطيتها في التلاجة وخرجتها على بالليل، قعديها في التلاجة اطول فتره ممكنه. دلوقتي انا حطيتها في طبق التقديم، قلبتها وبدات ان انا ازينها بالشوكولاته البيضاء. طبعا انت الشوكولاته البيضاء طبعا هتعلي السعرات بتاعتها. لو مش حابه تحطي عليها اي حاجه ممكن رشه كاكاو من اللي انت مستخدماها وخلاص. مش حابه تزينيها خالص اوكي، مفيش مشكله، ما تزينهاش، عشان الشوكولاته البيضاء دي هي هتعلي السعرات فعلا الحراريه بتاعتها. فلو حباها كده بالشوكولاته البيضاء زينيها، عندك شوكولاته بني وحابه تحطيها اوكي، عندك رشه كاكاو اوكي، طعمها جميل، خطيره، بارده بتودي في مكان تاني. جربوها، صحيه جدا. واستودعكم الله، واوعوا